السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. احنا هنعمل جبنة قديمة اسطنبولي بالمنفعة. هنجيب 2 كيلو حليب ونحطهم على البوتاجاز لغاية ما درجة الحرارة توصل 40. لو انت عندك ترمومتر خلاص قيسي، ما عندكيش هتحط صباعك كده لغاية ما يعني تستحملي ان الحليب سخن، يعني تتحمليه بصبعك. وبعدين هنحط الملح لكل كيلو حليب. هنحط 2.5 معلقة ملح. هندوب الملح وبعد كده هنحط المنفعة. هنحط المنفعة لكل كيلو حليب 3 ملي. لو ما عندكيش المكيال ممكن تقيسي تعايري تاخدي بالسرنجة. هتاخدي 3 ملي لكل كيلو، قصدي 2 ملي، 3 ملي، 3 ملي لكل كيلو. هنحط 6 ملي لل2 كيلو حليب. وتقلبي بقى بالعكس عشان المنفعة تتجانس كويس. ونغطيها وتسيبيها بقى لغاية ما تتجب. هي عدت عليها ساعتين 3. شوف بقى اتمسكت بالشكل ده، ما شاء الله. هنجيب بقى شاشة نظيفة عندك ونحط اللبن. شوف الجبن، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اللبن عشان هو حليب جاموسي جميل بالشكل ده. هنخلص الكمية ونغطي ونحط سكر عليها بالشكل ده، ونسيبها لغاية ما تصفى خالص من المصل بتاعها. بالنسبة لمصل الجبنة، انت هتعينيه، هتحطي فيه الجبنة الاسطنبولي تاني. هن الجبنة بتعمل قشرة وبتحبس المصل جواها، فاحنا هنعمل بالشكل ده، نوزع عشان بقية المصل اللي في الجبنة يطلع. لو انت هتعملي الجبنة وتخزنيها لمدة طويلة لازم تتبعي الخطوات بالظبط. انما لو هتاكليها على طول يستكفي انك تحطيها وبيتها مثلا ليلة كاملة في الشاشة وخلاص، هتستكفي بكده. خلاص بالشكل ده هنفضها بقى في علبة ونحطها عشان نضغطها اكتر. عشان نشفها خالص من المصل، عشان ميبقاش فيها مصل، عشان تبقى متماسكة، الجبنة متماسكة. لو انت هتخزنيها لتتبع الخطوات بالظبط. هتاكليها على طول خلاص، تستكفي انك حطيها في الشاشة وسيبيها لغاية ما تصفي الشرش بتاعها خالص خالص، وبعدين حطيها في اي فورمة عندك، اي قالب، وبعد كده بقى يعني اضغطي عليها وشكليها بالشكل اللي يعجبك. شوف برضو نزلت مصل اللبن بالشكل ده، مصل الجبنة. دي طريقة المصانع، دي الطريقة الصحيحة بتاعت الجبنة. احنا بقى نحطها في الفورمة دي كده علشان ايه، وهنضغط عليها بس عشان تاخد شكل الفورمة، وبعد كده هنقطعها. بس هنضغط عليها بس كده عشان تتشكل. خلاص كده. هي برضو كانت بتنزل برضو مصل لبن، مصل الجبن قصدي. خلاص.
هنفضيها بقى، هنحطها اقلبيها بقى في صينية وقطعيها، وممكن تحطيها في كيس وترجعها في نفس الشرش بتاعها اللي هو مصل الجبن، وتحفظها في التلاجة. جربوها هتعجبكم جدا. مصل قصدي المنفعة ممكن تجيبيها، تلاقيها في، لو عندك مدرسة زراعة، أنا عن نفسي جايباها من محافظتي في مدرسة الزراعة. ممكن تلاقيها في محلات الأدوية البيطرية، ممكن بتتباع هناك عندهم أقراص. هنقطعها بالشكل ده وتحطها بقى في أي علبة عندك، وتحط عليها الشش المصل للجبنة، وتحفظها في التلاجة. طعمها جميل جدا، هتعجبكم، جربوا. الاتنين كيلو حليب جابوا 600 600 جرام و12 612 جرام، يعني نص كيلو و12 جرام. هنفضيها في العلبة كده ونحط عليها المصل الجبنة ونحفظها في التلاجة. أتمنى أن الوصفة تعجبكم. دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.